أما الحديث الثاني وهو في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما دخل الجنة قال: رأيت فيها جنابز اللؤلؤ. الجنابز وهي القباب، زي القبة بتاع المسجد دي. القباب في الجنة من اللؤلؤ. وقال لما سئل عن بنائها قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك. الملاط اللي هي الطينة بتاع الأرض. انتم متخيلين ان النهاردة لما تدلق شوية مية على الأرض في ترابة بيعملوا طينة؟ الطينة بتاعت الجنة مسك. يقول: لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان. من دخلها، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، قولوا آمين. من دخلها ينعم فيها ولا ييأس، يخلد فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.